اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا كلنا عارفين ان الوقت بيطير، بس انت الطيار. يعني انت لازم تتعلم تبقى طيار عشان تعرف تسوق طياره. طب خلينا في العربيه، ان احنا ممكن نسوق عربيه، تتعلم سواقه العربيه اسهل. هي نفس الكلام كده، ان انت تسوق وقتك، تدير وقتك. طيب الوقت بتاعك مهم جدا، وان انت تتحكم في وقتك وتدير وقتك صح. ده هيخليك تتفادى حاجات كتير قوي وتاخد مميزات كتير قوي. وفي نفس الوقت هو عنصر من عناصر النجاح، ان انت تكون عارف اهميه الوقت. طيب الوقت لما انت بتنظمه وتبقى بتديره صح، هيديك اول حاجه وقت اكتر ان انت تقعد مع الناس، تقعد مع عيلتك، يبقى فيه اجتماعيات. تاني حاجه هيقلل الضغط العصبي اللي عندك، يعني مش هتبقى مضغوط لان انت عارف هتعمل ايه امتى وازاي. حتى لو حاجه وقعت غصب عنك مش هتبقى حاجات كبيره. تالت حاجه هو هيديك فرص ان انت تتعلم. انت مثلا دلوقتي بتشتغل من الساعه كذا للساعه كذا، بعد كده انا هدخل على النت اشوف حاجه، هحضر كورس كذا، هعمل كذا. فهيديك الفكره دي وهيخليك تدرك اهدافك، يعني تعرف اهدافك بالظبط. طيب هتحدد اهدافك صح، هتبتدي تحط اولويات لاهدافك بطريقه فيها حكمه شويه. ثالث حاجه ودي اهم حاجه، ان انت هتبتدي تحط حد لاي حاجه، هتحط حد الموضوع المهام اللي عندك. عندك شغل معين، عندك مهمه معينه عايز تخلصها، عندك حاجه بتتعلمها، هتقدر تحط حد ليها، مش هتبعد عنك ومش هتسيب منك فهتبتدي الوقت بتاعك يتلخبط. لا، هتعمل ليميت او حد للموضوع ده، حتى لو انا ما خلصتش دلوقتي لا بكره هيبقى في الوقت بتاعه هكمله. كمان غير كده وكده هتبتدي تاخد وقت مستقطع كده بين الشغل وبين المهمه والمهمه. انا خلصت تاسك او خلصت مهمه، هبتدي ارتاح شويه على بال ما ادخل في المهمه الثانيه، وهعرف ارتاح امتى واشغلها امتى وما اشغلهاش امتى. كمان هبتدي اشيل الحاجات اللي في الوقت بتاعي اللي ملهاش لازمه. لو انا عندي خطه معينه وانا ابتديت اركز فيها فلقيتها مش هتفيدني بحاجه او هتاخرني او الكلام ده، اشيلها. هتخطط كويس للحياه وهتخطط كويس لشغلك، هتخطط كويس للحاجات اللي انت بتكتسبها، هتخطط لها كويس. هتبتدي تنظم الدنيا. التنظيم بتاع يومك انت نفسه ده هيفرق معاك جدا. هتفرق في ان انت هتعمل مثلا تو دو ليست كده او قائمه تكتب فيها انت المفروض هتعمل كذا الساعه كذا، هتعمل كذا الساعه كذا، هتعمل كذا الساعه كذا. في ناس هتقول لك طب ما تدينا قائمه بالحكايه دي والحاجات دي عشان نقدر نمشي عليها. ما انا مش عايز اعمل كده، لان كل واحد فينا ليه حياته، ليه يومه، ليه شغله الساعه كذا، في واحد تاني شغله الساعه كذا. كل واحد هيعرف ينظم وقته بالشكل اللي يريحه هو. وفي نفس الوقت انت لازم تعرف اهميه الوقت. مش هقول لك بقى ان الوقت كذاب ان لم تقطعه قطعك، بس هي دي فعلا حقيقه، ان انت وقتك ممكن تعوض اي حاجه في الدنيا الا الوقت. الوقت مش تقدر تعوضه، والساعه اللي انت بتعديها لازم تعيشها، لازم تعيشها بحلوها بمرها، لازم تعيشها. بس في نفس الوقت بص لكل حاجه على ان ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، وده هيريحك جدا في ان انت تقدر تحدد هتعمل ايه. ما تاخدش وقت كتير في الفرحه، ما تاخدش وقت كتير في الزعل، ما تاخدش وقت كتير في ان انت تبذل مجهود ان انت يعني بتضيع وقت في حاجه. الوقت ليه وقته، الاسترخاء ليه وقته، الكلام ليه وقته، ان انت تقعد مع الناس ليه وقته، ان انت تخطط لمستقبلك ليه وقته، ان انت تعمل المهام اللي عندك ليها وقت، ان انت تتعلم حاجه جديده ليها وقته. واهم من ده كله كل الوقت ده كله وقت ربنا. وقت ربنا ده مهم جدا وما تضيعوش. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.